طيب احنا عندنا تصريحات خاصة على لسان الكابتن إبراهيم حسن للبرنامج، وتصريحات مهمة جدا انه البطاقات الصفراء للاعبي منتخب مصر مستمرة معانا لمباراة السنغال، وده شيء في منتهى الخطورة، لانه ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا ان احنا نصعد ونكمل ونوصل للنهائي. بس احنا عندنا 6 لعيبة مهددين في الحالة ديت يعني بالغياب عن المباراة النهائية، لانه اللعيبة المهددة محمد الشناوي، حسام عبد المجيد، احمد فتوح، رامي ربيعه، مروان عطيه، حمدي فتحي. البطاقات ديت مكمله معانا للدور ده، وبالتالي كمان للدور اللي بعديه. بالمناسبه برضو كده في السريع منه، رابطه الانديه اجلت 5 ماتشات في الدوري المصري بسبب تاهل منتخب مصر لنصف نهائي افريقيا. على ما يبدو الرابطه كانتش عامله حسابها تقريبا انه منتخب مصر هيكمل في البطوله، او انا فاهم غلط يعني. رابطه الانديه قررت تاجيل ال5 ماتشات ديت، المقرر ليها كان يوم 19 يناير بسبب تاهل منتخب مصر لنصف نهائي بطوله كاس الافريقيه. تم تاجيل مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز والبنك الاهلي وزد والمصري اللي بيتواجد بيهم لعيبه في لاعبين طبعا دوليين في المعسكر، عشان تبقى ايام 9 و10 و11 مارس. الاثنين 9 مارس طلع الجيش والاهلي، الاثنين 9 مارس برضو البنك الاهلي وبيراميدز، الثلاث 10 مارس الجونه والمصري، الاربع 11 مارس امبي والزمالك، وفي نفس اليوم برضو زد ومودرن سبورت. اخد بقى تعقيب سريع من حضراتكم عشان نختم. انا ما اعرفش رابطه الانديه بتفكر ازاي. يمكن عاملين ماتشات يوم 18 و 19، يعني معناه ان انت بره خالص. الناس دي لازم تفوق. انت ماسك فرقه في منتخب كبير جدا في افريقيا اسمه منتخب مصر. الناس اللي موجوده رابطه الانديه او اتحاد الكوره لازم يبقى في ربط بينهم الاثنين. يمكن احنا تفتكروا احنا قاعدين وكان معانا حلمي طولان، قلت له في تنسيق بينك وبين الكابتن حسام؟ قال لك لا. طب يا جماعه اللعيبه ديت ما كان ممكن اللعيبه تروح تلعب زي ما شفنا اللعيب بتاع الجزائر اللي نزل في اخر دقيقتين وكسبهم الماتش اللي كسبوه بتاع مالي بولبينا. فرابطه الانديه في حته. وعلى فكره مش حكايه ان احنا حتى ان شاء الرحمن لو كسبنا البطوله دي معناها ان مفيش كشف حساب يا ابراهيم للكره المصريه. الكره المصريه في حته تاني خالص، ومنتخب مصر في حته تاني خالص. برافو عليك يا كابتن مصطفى. فده لازم، ما ينفعش الكلام ده والله. واحد حاطط 18 19 يا جماعه. طب ادوا ايحاء للعيبه ان انتم مهتمين، يعني وحطوا جدول ثابت للناس. ما لاقيش بطوله، لسه بنتكلم في الفاصل، ما لاقيش بطوله بتبدا بلائحه وتنتهي بلائحه تاني. لا، وفي بطولات بتتلعب الناس مش حاسه بيها، الناس طبعا اصلا عيب يا ابراهيم بطوله تتلعب ومنتخب مصر عنده مثلا ماتش قبل نهائي وتلاقي ماتشات موجوده الاسبوع ده، يعني فده مش طبيعي. ده مش طبيعي في منتخب مصر بيلعب بطوله كبيره. معلش اجل الماتشات دي، ده مش وقته، ده مش وقت. اما تلاقي ماتش للنادي الاهلي الساعه 4 العصر، ماتش المنتخب مصر الساعه 9، يبقى انت كده بتهزر. انا عايز الناس كلها، الجمهور يشجع منتخب مصر، يكون متكاتف ورا منتخب مصر. كان الساعه 6 ما ينفعش يعني ده يعني الطبيعي ان ما فيش ماتشات في ايام منتخب مصر خالص. صحيح. والله يا ابو سيدي انا مش حاسس ان في ماتشات بتتلعب، لان انا داخل جوه المود الافريقي ومركز مع منتخب بلدي. يعني هم مش حاسين يا اسماعيل؟ لا يعني مش عايز اتكلم في الجزئيه ديت، لان احنا عندنا مهمه اكبر ان شاء الله باذن الله. يعني عندنا المباراه اللي جايه، كل الدعم والتوفيق لحسام حسن ومنتخب مصر اللي عملوه حاجه جميله جدا شرفتنا، وان شاء الله باذن الله عدي المباراه اللي جايه برضو بالتركيز وبالاصرار بالروح الحلوه اللي احنا شايفينها، ان شاء الله نوصل للنهائي ان شاء الله. حاجه سريعه جدا يا ابراهيم، 2008 سوسات كان موجود في بعد ماتش وصلنا نص نهائي على طول. كان عندنا كوت ديفوار، فرقه كوت ديفوار كانت في منتهى القوه، فاحنا كلنا مرعوبين منهم بصراحه، خايفين منهم بجد، لانه فرقه كانت قويه جدا وعاملين حسابهم قوي، وده كويس صحي يعني. فجه الكابتن شوقي غريب، كان خلاص بالنسبه للجهاز هو خلاص كده جدد سنتين تاني في كاس الامم اللي جايه، فالموضوع خلص بالنسبه لهم. انما هم رموا الكوره في ملعبنا احنا. قال لك احنا كجهاز فني وصلنا للتارجت بتاعنا، اعملوا تاريخ لنفسكم. هو خد بالك بيحفزك بطريقه غير مباشره. ايوه، وبيحفزك بشكل غير مباشر. هو مش بيقول لك انا خلاص، واشتغل وقاتل معاك وفنيا ومعنويا ونفسيا، بس في الاخر اعمل مجد بقى لنفسك، اعمل مجد وتاريخ لنفسك. لان انت كانت خد بالك دي تاني بطوله بعد 2006، والبطوله انت تعتبر هتتوج لتاني مره على التوالي، دي ما كانتش حصلت قبل كده.
انا بقول للاعيبه منتخب مصر دلوقتي اعملوا مجد لنفسيكم، البطوله دي في ناس ممكن ما تلعبهاش تاني، ممكن ما تشوفهاش تاني. دلوقتي وقت الحصول على البطوله دي، لان هتتذكر في تاريخك. صحيح. هتتقال. دلوقتي بيقولوا سيد معوض كسبان 2006 2008 2010، طارق السيد كسبان 2006 2008، احنا كابتن اسماعيل واخد كذا، كابتن مصطفى واخد كذا. كل واحد بيعد لنفسه تاريخ يا ابراهيم. اعملوا لنفسكم تاريخ، اعملوا لنفسكم تاريخ واعملوا لبلدكم تاريخ. يستاهلوه. صحيح. يستاهلوه. كابتن طارق، وده اللي انا متصوره يعني. متصوره صراحه يعني. الولاد انا بحييهم لشجاعتهم، تحملهم المسؤوليه. كل المباريات اللي احنا خضناها خلال البطوله ديت يعني الولاد بيأدوا فيها بشكل جيد جدا جدا. تدريجيا نسق بيرتفع، وانا متصور الكلام اللي بيقوله كابتن طارق ان مباراه السنغال يعني مباراه مفصليه بالنسبه لنا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله تبقى خطوه باذن الله للنهائي ان شاء الله. كابتن مصطفى اختم معاك. ان شاء الرحمن، ان شاء الرحمن اللعيبه تبقى مركزه زي ما هي متركزه. وانا عاوز بس ادي كده حاجه بسيطه للشناوي. عاوز اقول له قبل ما تطلع من جولك فكر، ما تطلعش خطوه وترجع بسرعه. انت جول كبير وليك تاريخ كبير قوي. كمل ان شاء الرحمن البطوله دي، وحافظ على نظافه مرماك في الماتش اللي جاي بالذات. الماتش اللي جاي ده صعب قوي، واللعيبه ان شاء الله والجهاز هيفرحونا زي ما فرحونا اول امبارح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن بشكركم شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا. عم حسن متشكرين يا عم حسن. حبيبي يا كابتن. شكرا جزيلا. درش متشكرين يا درش. شكرا جزيلا. حلقتنا خلصت، نشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في نفس الميعاد. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.